ما هو دور الثقافة الأيديولوجية في تعميم عصر الانقلابات العسكرية في العالم العربي؟ هذا الأمر بدأ يبتلع شيئا فشيئا من الحالة الاجتماعية الجديدة باسم دولة سيؤسس لها وتمتلك اسم الدولة الأمنية. قلت قبل قليل إن هذا الوضع الذي اتسم بالإخفاق انتهى شيئا فشيئا إلى غياب القدرة على الحراك السياسي والثقافي، وبالتالي تكتشف النظم العربية المعنية أن استمرارها مشروط بأن يغيب المجتمع المدني، لأن يغيب الحوار والتعددية والديمقراطية والعقلانية، ومن ثم فإننا نواجه ظاهرة جديدة في التحول الاجتماعي السوسيولوجي العربي، هي تلك التي تفضي إلى ما سميته دولة أمنية. لماذا استجاب المثقف العربي إلى هذا؟ الفكر العربي المعاصر قام على إخفاق تلو إخفاق، وبعد ذلك مما قاد في النهاية إلى تأسيس الدولة الأمنية. الدولة الأمنية ما كان لها أن تنشأ لولا التحولات البنيوية التي طرأت على المجتمع العربي، وفي مقدمتها التحولات التي أفضت إلى تشظية وإسقاط الفئات الوسطى في المجتمع العربي. هذه الفئات الوسطى تبدأ بالتشظي تحت وطأة ومعضلة التحولات الاقتصادية العظمى التي قادت إلى جعل المجتمع يقوم على فريقين اثنين: أعلى ويضم نسبة ضئيلة من سكان البلد المعني، وأقصى ويضم أكثر المواطنين. الفئات الوسطى تساقطت تحت وطأة هذه التحولات، وبالتالي فقدت وظيفتها الثقافية وفقدت مشروعها الثقافي. وهذا يعني أننا لم نعد مخولين بالتحدث عن فئة من المثقفين فعلا، بقدر ما أصبح الحديث واردا عن مجموعات متناثرة هنا وهناك تستمد شرعيتها من الدولة الأمنية القائمة. ولكن أين أنتم يعني من هذه الأفكار الجديدة ذات النغمة الليبرالية؟ يا سيدي، أنا أصدرت كتابا منذ سنوات ليست قليلة، وكان يحمل عنوان من قضايا المجتمع المدني إلى ثلاثية الفساد. وأردت أن أقول في هذا الكتاب، وقد انتشر عربيا، أردت أن أقول إن النظام السياسي العربي يقوم على 3 أركان، وهو ما جسدته بالدولة الأمنية. أولا، أجهزة الأمن بدلا من الحل السياسي. ثانيا، المال الوفير والسيولة المالية الهائلة التي بإمكانها أن تطعم جموعا كبيرة دون أن مع فقدانهم كراماتهم. وثالثا، الفساد الأخلاقي. فهي إذن ثلاثية فساد: فساد سياسي وفساد اقتصادي وفساد أخلاقي.